ازيكم عاملين ايه؟ تكملة لفيديو الشغل بالموتوسيكل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شغل بالموتوسيكلات عموما. النهاردة كده هشرح لكم سريعا كده خبرتي في الشغل بالموتوسيكل، وازاي انا بظبط حساباتي، ازاي انا عندي برنامج بسجل عليه كل شغلي، كل حاجة بصرفها، وبيطلع لي في الاخر الشهر انت مكسبك قد ايه، متوسط مكسب اليوم. وهنتكلم عموما ازاي تحسب اصلا تكلفة الشغل بتاعك بالموتوسيكل، ازاي كل كيلو بيتكلف قد ايه. انا عموما بشتغل موتوسيكل من زمان جدا، من حوالي بتاع 15 سنه او اكتر تقريبا. كنت بشتغل اول ما طلعت اوبر، كان معايا موتوسيكل حلاوه تايجر وكنت بشتغل بيه، وبسم الله ما شاء الله يعني كان وقتها كان رزقه واسع جدا. يعني الناس اللي عارفه الموتوسيكل حلاوه تايجر ده منتشر في الارياف اكتر من هو منتشر في جوه اسكندريه هنا. بس هو من الموتوسيكلات الحلوه، يعني قطع غير متوفره وموتوسيكل قوي جدا يعني. قعدت فترة طويلة شغال اوبر اول ما طلعت، وكنت يعني كانت بتكسب معايا حلو جدا. بس انا بعد قعدت فترة شغال اوبر، وبعد كده ربنا كرمني وعملت مشروع كده كنت بحتاج فيه توصيل دليفري. فكان سبت شغل اوبر وبدأت ان انا ان انا كنت بعمل كل حاجة في المشروع. فكان الموتوسيكل كان بينفعني في ايه، كنت بروح المزرعة بيه، كنت بروح اجيب بضاعتي بيه، كنت بوصل للعملاء بعد ما اجهز شغلي كنت بوصله للعملاء عن طريق الموتوسيكل. فكان فعلا يعني هو ايدي ورجلي في المشروع. فده برضك من ضمن طرق الاستفادة من ان يكون عندك موتوسيكل، ان انت ممكن يكون عندك بيزنس شغال ويساعدك فيه. طبعا الموتوسيكل بيسعف جدا لما يكون عندك بيزنس وانت بتعمل فيه كل حاجة، فبيخلي حركتك سهلة. تروح حتت مواصلات مثلا ممكن ما تعرفش تروحها بالمواصلات، في انجاز وسرعه. يعني انا كان المزرعه كانت موجوده في مكان في الارياف، فانا عشان اروح المزرعه مثلا بالليل، مثلا الساعه 2 3 بالليل، كان مستحيل بالمواصلات. لكن الموتوسيكل كان بيسهل ده جدا. المهم قعدت فتره شغال بالموتوسيكل في الموضوع المزرعه والدليفري، وربنا بعد كده كرمني ان كان البيزنس بتاعي كبر وجبت كذا دليفري. فمع الوقت بقى استخدام الموتوسيكل اللي كان بالنسبه لي مروح المزرعه وكان المحل، وكان تنقلات بس يعني. فوقتها غيرت وجبت موتوسيكل بنيلي اللي هو الفي ال ار. كنت جايبه نزاهة يعني، حتى كنت جايبه جديد من الصالة وقتها يعني. ده كان 2020، كان وقتها البنيلي الفي ال ار عامل 17 ونص تقريبا. قعدت فترة الموتوسيكل اللي كنت جايبه نزاهة وكنت بشتغل بيه كده، مش يعني مش بشتغل بيه، كنت بروح واجي بيه بس. طبعا انا بحكي لكم التفاصيل دي من باب ان الناس تعرف ان الموتوسيكل مش دليفري وبس، هو ليه فوائد كتير للشخص اللي بيمتلكه، سواء بيوصل او حاجه تانية. طبعا انا خدت خبره كبيره في التوصيل كدليفري اثناء ما كنت بشتغل ان انا بوصل للشغل بتاعي. وطبعا يعني من الحاجات اللي دخلها كويس جدا الشغل الدليفري، لان بيبقى فيها تبس حلو. بالاضافه ان هي ما بتستهلكش بنزين كتير قوي، لان انت في الغالب بيبقى انت شغلك في نطاق معين، معاك اوردرات بتروح تسلمها وترجع تاني. فمن المجالات طبعا في ميزه كبيره جدا ان هو شغل ثابت. لما اكون شغال عند حد اتفق معاه على يوميه او مرتب، فسواء انت اشتغلت ما اشتغلتش انت ضامن. فانا بنصح اي حد لو هو مثلا هو معاه شو بيشتغل بالموتوسيكل بس، ان هو يكون بيدور على شغل ثابت الصبح، وشغل ديدي او نقل ذكي بعد الظهر، او طلبات حاجه زي كده. فدايما الواحد يعني ايه يمسك العصايه من النص. الشغل ثابت ممكن ما يكونش مرتبه عالي زي الشغل النقل الذكي، بس يبقى مضمون ان هو في استمراريه في المرتب وامان شويه. نرجع نكمل بقى. انا المهم بعد موضوع الموتوسيكل ده انا بعته، وبعد كده جبت العربيه اللادا اللي اشتغلت بيها نرايف، قعدت شغال بيها فتره. بس ما كانش ليا رزق قوي في موضوع العربيه ده. فبعديها وانا شغال بالعربيه قلت ايه، لا انا عاوز ارجع لشغل الموتوسيكلات تاني. فعشان بس ما اقعدش ابيع واشتري على الفاضي واضيع وقت، اجرت موتوسيكل. اجرت موتوسيكل من باب ان انا ان انا اجرب، او مش اجرب، انا عاوز توصلني المعلومه، انا عاوز اعرف هل شغل الموتوسيكلات ما زال مربح زي الاول، ولا مش حلو. انا مش هقدر اصد عليه. فقلت ان انا اجر بحيث ان انا يعني توصلني المعلومه ان انا اعرف بشكل عملي. فأجرت موتوسيكل لمدة شهر، كنت مأجر ده 40، كان ب2000 ونص تقريبا.
وشغلت بيه حوالي 3 اسابيع، وكان بسم الله ما شاء الله يعني لم ايجاره وقد ايجاره كمان الضعف. يعني الشهر ده كنت طلعت فيه 5000 جنيه، هو 3 اسابيع كمان بس مش شهر. وكنت بشتغل مثلا ساعتين 3 في اليوم او حاجه زي كده. فده اكد لي ان تمام شغل الموتوسيكلات ممكن نرجعه تاني. فوقتها رحت اشتريت واحد موتوسيكل، وبدأت أشتغل بيه. هو بسم الله ما شاء الله يعني لم ثمنه في حوالي 4 شهور أو 3 شهور، فيعني ده أثبت لي إن اختياري صح. وبعد 6 شهور تقريبا بعت العربية. طبعا بقى من الجوانب المهمة في القصة دي كلها موضوع الحسابات. أنا حساباتي كلها عاملها على جوجل شيت. اللي ما عندوش فكرة يعني جوجل شيت ده عبارة عن إيه، هو فيه اكسل. اكسل بس خفيف كده، يعني ممكن تفتحه من على التليفون، تفتحه من على الكمبيوتر وتربطهم ببعض، لان انت حاططهم رافعهم على الدرايف بتاع جوجل. انا بعرف اظبطه بشويه معادلات كده، ان هو يحسب لك انت مشيت كام كيلو في الشهر دوت، استهلكت قد ايه بنزين، صرفت عموما صيانه قد ايه، زيت قد ايه، بسجل فيه عدادات تغيير الزيت والبنزين عشان اعرف استهلاك البنزين بتاعي مظبوط ولا مش مظبوط، عالي قليل. التدوين عموما من الحاجات المهمة جدا لما تكون انت بتشتغل اي حاجة. ليه؟ لان هو بيوفر لك معلومات، والمعلومات دي ليها تمنها. يعني انا استفدت من الجوجل شيت اللي انا كنت شغال عليه وبحط عليه بيانات الموتوسيكل، ان انا جيت في فترة اشتريت موتوسيكلات وكنت بأجرها. انا عشان أجر موتوسيكل واقول ايجاره ده مناسب ولا لا، لازم اعرف هو هيكلفني قد ايه، هيكلف قد ايه صيانة. انا هعمل فيديو كامل يعني لوحده عن موضوع ازاي احنا هنحسب تكلفة البنزين بدقة، وازاي نحسب تكلفة الزيت، الكيلو نفسه يطلع بيكلفني قد ايه. يعني انا هعمل لكم فيديو عملي ان انا من اول استهلاك البنزين، ازاي ان انا اعرف الكيلو بيكلفني قد ايه بنزين وقد ايه زيت، تكلفة الرخصة، تكلفة الجراج، الغسيل، كل ده من واقع ان انا عندي شيتات اصلا مسجل فيها الكلام ده. هنشرحه وهوريكم ازاي تعملوا البرنامج بتاعكم دوت على الجوجل شيت، بحيث ان كل واحد يعرف يحسب لنفسه ويعرف يقدر انا تكلفة الكيلو عليا ايه. طبعا مهم جدا ان تحسب التكلفة. ليه؟ انت دلوقتي مثلا شغال في اندرايف او ديدي وجالك مشوار، المشوار ده مثلا 10 كيلو. طب انا الكيلو عليا بكام؟ طب انا العميل هيحاسبني الكيلو بكام؟ فمثلا لو انا العميل هيحاسبني الكيلو ب5 جنيه، طب انا تكلفته عليا جنيه، طب انا كسبان في الكيلو 4 جنيه، المشوار ده هياخد له قد ايه؟ ربع ساعة. فانا هكسب 40 جنيه كده في الربع ساعة، فمناسب. وهكذا يعني. فتابعوني الفيديو اللي جاي بإذن الله. أنا بجهز فعلا حاليا، صورت أجزاء منه وهنكمله بإذن الله مع بعض، عبال ما أخلص بس حساب البنزين بشكل عام. أنا بصور إزاي إن إحنا نحسبه البنزين. تابعوني، وبإذن الله الفيديو اللي جاي هينزل قريب بإذن الله.